فيديو النهارده هنتكلم ازاي نعمل ديمو في المدرسه. اتكلمنا في بارت 1 في طريقه اصلا التقديم في مدارس، لكن الفيديو ده ازاي تقف قدام التيتشر والسوبرفايزر وتعمل ديمو وتتقبل في المدرسه. في شويه بوينتس كده بسيطه ممكن اي تيتشر وهو بيعمل ديمو يقع فيها ومش واخد باله خالص ان دي بتبقى نقط ضعف في الديمو بتاعه وبتضعف الديمو حتى لو كان في الماده العلميه قوي جدا. تعالوا مع بعض نمسك واحده واحده ايه المفروض تعمله، ايه المفروض تخلي بالك منه وما تعملوش وانت بتعمل ديمو واقف لاول مره قدام تيتشرز انت ما تعرفهمش، سوبرفايزر، مدير، ايا كان مين اللي هيحضر الديمو بتاعك ده. فتخلي بالك جدا من البوينتس اللي هيقولها دي. اول حاجه هتكلم عليها وهو اللبس بتاعي. طبعا وانت رايح كده بتسلم على التيتشرز اللي موجودين او بتقدم نفسك او بتعرف نفسك، اول حاجه بتلفت نظرهم اللبس او الشخص اللي واقف قدامهم شكله عامل ازاي. فيفضل انك تبقى لابس سيمي فورمال اليوم دوت، او تلبس حاجه او تلبسي طبعا حاجه كده هاديه، الواناتها كمان مش فاقعه، الوانات مش صاخبه ساعتها، لا الدنيا هاديه كده، حاجات بسيطه. ولو انت بنت بلاش تلبسي كعب اليوم ده، لان انت وانت ماشيه بتشرحي او بتتكلمي هتلاقي صوت التكتكه بتاعت الكعب فمش بتبقى لطيفه. وقفت على البورد، كلنا وقفه البورد ساعه الانترفيو بتبقى ليها رهبه، ما جربهاش غير اللي وقف يعمل انترفيو. كل الناس بتبقى قاعده عادي يعني الدنيا بيس وتقول حاول تطمنك وكده، لكن من جواك بتبقى قلقان وخايف ومش عارف اللي قدامك ده شايفك ازاي، يا ترى هتبقى هيقولوا عليك كويس، يا ترى مش هتعجبهم، يا ترى هتبقى معاهم ولا لا. فكل ده بتبدا تظهر عليك علامات توتر. بلاش وانت واقف تعمل ديمو تبقى متوتر وتقعد يعني تبين لهم ان انت قلقان او مش واثق في نفسك، حتى لو انت كان جواك الرهبه دي. يا سيدي انت مش هتتوافق عليك في المدرسه، حط في بالك كده. فانا امشي من المدرسه وانا مدي ريفيو ان انا بيرفكت، بلاش امشي وانا حتى نوت اكسبتد او ان انا اترفضت، ان انا اي كلام، او يقولوا لا ده كان مش كويس او ما وقفش كويس او كان متوتر او كانت متوتره. حط في نفسك ان انت وانت رايح تعمل انترفيو بتعلم نفسك، انت اللي قاعدين دول ملهمش عندك حاجه، مجرد انت رايح بتشوف نفسك تمام ولا لا. ما تبقاش قلقان، كل قلقك انك تتقبل او ما تتقبلش. لو انت حطيت البوينت دي في مخك هتتوتر جدا، مش هتدي كويس، مش حتى لو انت كنت ممتاز في الماده العلميه بتاعتك. التوتر ده هيخليك تفقد نص ثقتك بنفسك، فهتخلي فيه تذبذب معاك، فالدنيا هتبوظ منك بشكل او بالتاني، هتنسى شويه معلومات في النص، الدنيا هتبقى متلخبطه. فاهم حاجه انك تكون واثق في نفسك، واقف وقفه ثقه، ما تركزش قوي في رياكشنات اللي قاعدين قدامك، عادي انا بشرح واخد الموضوع ببساطه. والله انت في الاخر مهما كنت كويس او وحش في الديمو مش هيجوا يحاسبوك ولا هيعذبوك بعد الديمو ده. فاعرف ان انت بتسيب انطباع عنك يا اما حلو يا اما وحش، لو انت اتقبلت او انت ما اتقبلتش. تاني حاجه تكون محضر الدرس اللي انت هتقدمه بطريقه كويسه جدا، مرتب افكارك، مظبط هتقول ايه، هتدخل الدرس منين، حتى تفاصيل التمارين، انت هتاخد تمارين ايه بالظبط. بلاش حته ان انت تبقى ماسك الكتاب ولسه بتشوف انت هتقول تمرين ايه وانت واقف في الديمو. كمان في ناس بتبقى ماسكه بتشرح من الكتاب وهم واقفين في الديمو. واقف في الديمو يعني انت محضر 100% الماده صح، فاحنا مش جايبين حد بيقرا من الكتاب. بتسيب الكتاب خالص، مالكش علاقه، انت المفروض محضر كويس جدا في البيت، جاي بتبدع مش بتقرأ من الكتاب. فمحدش يمسك كتاب، محدش يمسك الدفتر، حتى ورقة بتبقوا ماسكين ورقة كده، كل ده ملوش اي حاجة. افكارك مترتبة هنا وبس. واحنا بنشرح نبقى واثقين من نفسنا، ولو انت واثق من نفسك صوتك اوريدي هيبقى عالي. بلاش ان انا اقعد انمنم وما يبقوش سامعين انا بقول ايه، وابقى واقف لازق في البورد وسايب كل الناس اللي قاعدين في الديمو
وما بتفاعلش معاهم. تتفاعل معاهم، صوت عالي، تتحرك وبتاخد اريحيتك في الكلاس، بتتحرك بطريقه يعني مريحه، بتاخد وتدي معاهم، بتشاركهم في حل المسائل، مش بتاعه الدرس اللي انت بتشرحه. ما تبقاش انت في وادي والمدرسين في وادي وتقول اصل دول مدرسين، انا لو مع الطلبه كنت هعمل كده. لا، انت بتعتبر اللي قاعدين دول طلاب عندك، وهم بيشوفوا تفاعلك ازاي، اندماجك معاهم، مشاركتك، صوتك، وقفتك على البورد، دي من اساسيات قبولك في الديمو. انا غلطت وانا بكتب على البورد، بلاش حته ان انا امسح بايدي البورد، بلاش بلاش بلاش. كتير من المدرسين من كتر التوتر وغلطوا وهم بيكتبوا حاجه حرف ولا حاجه بايديهم عشان ينجزوا ويخلصوا. ايدك مش للمسح، دي حاجه كارثه، بتخلينا كده عارف اللي هو نبص لبعض ساعتها واحنا في الديمو. ايه ده؟ زي ما قلت التفاعل مهم جدا جوه الديمو. ما تبقاش مركز مع تيتشر واحد انت باصص له ومركز معاه وحاسس معاه باللي هو انت تمام مش هبص للباقي. لا، احنا بنبص في عينهم كلهم، بنشاركهم كلهم، بتبدا تتفاعل معاهم ويتفاعلوا معاك وتتحرك. ممكن النقط اللي انا اتكلمت فيها دي من اهم النقط اللي انا بلاحظها او بشوفها في الناس اللي بتيجي تعمل ديمو. فيها دي من اهم او اساسيات الحاجات اللي ممكن الواحد يقع فيها غصب عنه في الديمو وما يبقاش واخد باله ان دي ممكن تكون نقط سلبيه في الديمو بتاعه، ويكون فاكر ان هو شرح كويس والدنيا تمام وانا مش عارف انا ما اتقبلتش ليه. زي ما بقول لكم هي حاجات بسيطه جدا بتفرق من تيتشر لتيتشر تاني. اهم حاجه في الديمو يعني ملخص كده، اهم حاجه في الديمو صوتك يكون عالي، واثق من نفسك جدا. التوتر مش هينفع في الديمو ولا هينفعك ولا هيفيدك بحاجه. زي ما قلت لكم انت الناس دي مش هيعاقبوك بعد الديمو ولا هيرعبوك. ولو غلطت في حاجه وانت بتعمل الديمو بتاعك ما تتوترش وتتلجلج وتقل ثقتك بنفسك، عادي تترك الموضوع وقول لهم سوري يا جماعه ما يعني من توتر وكده، وكمل عادي جدا خالص ولا يهمك اي حاجه. ولو في بوينتس وقعت مني او انا ما ذكرتهاش يا ريت تتكلموا معايا فيها وتقولوا لي في الكومنتات عشان الناس تستفيد والناس تقدر تجمع اكبر قدر من المعلومات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.